أنا أقول أن الجزائر مهددة والجزائر مستهدفة. الذي يستهدف تقسيم الجزائر، تقسيم وحدة التراب الوطني وتجزيء الجزائر إلى أقاليم ودويلات، هذا مشروع قديم. الآن للأسف الشديد، أقولها بكل صراحة، الآن للأسف الشديد لا معارضة قوية ولا سلطة قوية. سلطة رخوة فلون يترعد، ومعارضة جبانة متملقة. يخرج لك رئيس حزب اخر يقول لك الجزائر منتصرة. منتصرة على طاطا اختك؟ على واش منتصرة؟ على واش منتصرة؟ فهمني. بلاد واخدة داخلة في حياة، بلاد واخدة داخلة في حياة. في الأخير نعاود نذكر نفسي ونذكركم أن بلادنا الجزائر مستهدفة من قبل قوى الشر. في الأخير نعاود نذكر نفسي ونذكركم أن بلادنا الجزائر مستهدفة من قبل قوى الشر، سواء من النظام المغربي الجبان أو من الاستعمار القديم أو من الصهيونية العالمية. الجزائر مستهدفة، وما يحصل في دول الجوار سواء في ليبيا أو في مالي أو في النيجر أو حتى في تشاد اللي بعيدة علينا نوعا ما يحدث في دول الجوار يستهدف الجزائر. هناك مخطط قديم يتجدد كل ما سمحت الظروف لضرب مصداقية رجال الدولة وضرب الشرفاء الأحرار داخل الوطن اللي للأسف الشديد تم تهميشهم. أنا أقول أن الجزائر مهددة والجزائر مستهدفة، لكن هذا الاستهداف وهذا التهديد موش جديد، هذا قديم من 1962 بل قبل من 1958. الذي يستهدف تقسيم الجزائر، تقسيم وحدة التراب الوطني وتجزيء الجزائر إلى أقاليم ودويلات، هذا مشروع قديم، مشروع قديم، حلم شارل ديغول من 1958. ولكن هذا الحلم يحاولوا كل مرة يحاولوا كيفاش يجدوه، كانوا يصطدموا بمؤسسات قوية على رأسها رجال دولة. الآن للأسف الشديد، أقولها بكل صراحة، الآن للأسف الشديد لا معارضة قوية ولا سلطة قوية. سلطة رخوة فلون يترعد، ومعارضة جبانة متملقة. واحد رئيس حزب قوي اللي يخرج يقول لك رحنا ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الأحزاب، يروح ترطن انت وقانون الأحزاب تاعك. بلاد واخدة داخلة في حياة، بلاد واخدة داخلة في حياة. تحديات الإقليمية والدولية ودول الجوار والحرب نايضة ما ناقشتهاش مع رئيس الجمهورية، تناقش مع قانون الانتخابات. تافهة الموضوع اللي تناقش فيه. يخرج لك رئيس حزب اخر يقول لك الجزائر منتصرة على طاطا اختك؟ على واش منتصرة؟ على واش منتصرة؟ فهمني على واش منتصرة. يخرج لك حزب اخر يقول لك حقروا قدم استقالتك. انا طلبت وتمنيت من هذه الاحزاب المجهريه، ما نهضوش على فلان ولا راندي، هذو احزاب السلطه. الافلان والاراندي هذو احزاب السلطه، خدامين عند السلطه. السلطه هي اللي تعين الامين العام، والسلطه هي اللي تقول له واه ضرب بلع فمك. هذه معروفه. الافلان والاراندي احزاب السلطه، هذو ما نهضروش عليهم. لكن باقي الاحزاب كون جيتو رجال ولو كان جيتو نساء، تسكروا القدوات تاع البوتيكات تاعكم وتحبسوا وديروا بيان. كل حزب يدير بيان نظرا للوضع الخرائي الذي تعيشه البلاد وهذا الغلق والتعتيم. نعلن تجميد نشاطنا. خلي هذا السلطة الفاشلة الجبانة تواجه نفسها بنفسها. خليهم. الحزب السياسي اللي ينتظر التليفون وقت يعيطوا له يقول له رئيس الجمهورية قال لك روح نستقبلك ونتصور انا وياك، يخرج روح ناقشت انا ورئيس هذا الشيء لازم. سكروا البوتيكات تاعكم، سكروا على الاقل تربحوا التريستي والغاز ما تخلصوش. سكر البوتيكات تاعك، جمد النشاط تاعك، لانك اصلا راك مجمد. على الاقل كونوا رجال وعلنوها. قال يا اخي مادام راكم حاقريننا ومهمشيننا وما تشاوروناش، خلاص نجمد نشاطنا الى حين تعرفوا قيمتنا وتعرفوا قدرنا.
وخلوا الأفلان والأراندي وحدهم يلعبوا في الساحة. يا ربي انتم راكم رابحين بلديات، ماكم رابحين في المجلس الولائي، ماكم رابحين في المجلس الشعبي، واش راكم رابحين هاد الأحزاب المجهرية اللي قش بختوا في نجل مريم. ونعاود نجدد النداء للأعضاء المؤسسين في الأراندي، سيحاسبكم التاريخ يا بن بعيبش ويا حمانة بن شرمة ويا غيرهم، لأنه هذول نعرفهم تفكرت ميدانين الأحزاب. أما الآخرين ما زالهم يعني مناضلين جادين، لكن اللي انشقوا من الأفلاء من الأراندي وراحوا داروا أحزاب، نقول لهم غلطة كبيرة. حزب نتاعك انت اللي شاركت فيه وتعبت فيه وعرقت على جالو، تخليه لياحي اللي ما يحك ما يسك، وتروح دير لنا حزب الفجر ولا دير لي حزب مش عارف نتاع حمانة بالشرمة ولا ديروا احزاب هذو. لا، سكر البوتيك هذيك تاعك تاع الكرنطيطه وارجع، ارجع للراندي. لازم لكم حركه تصحيحيه سلميه ونظيفه وقويه داخل الأراندي. القياده الحاليه قياده فاشله. عندما اقول القياده الحاليه في الأراندي قياده فاشله، لا يعني انه في الافلان مليحه. يا حسره يا ربي، في الافلان واخذ اكثر. على الاقل هذا قال استاذ جامعي ودكتور، الاخر مش عارف قال قسم وشكون. في زوج كيحمو كيدقيش، كيحمو كيدقيش، في زوج ما يسواوش. ولكن انا اتكلم على الأراندي لانني مناضل في الأراندي، ومن حقي ان انتقد بيتي وانتقد حزبي. اما الافلان قادر واحد يقول لي توج دخلك، نقول له عندك الحق، بالرغم من انه من حقي، لانه الافلان مثل ما قلت هو جهاز الدوله وليس حزب سياسي. انا ما ندخلش في الفافاس، في الارسيدي، في حركه حمس، هذو احزاب صح ما تاع السلطه، لكن احزاب السلطه من حقي ندخل. الافلان والأراندي من حقي ندخل، وخاصه الأراندي. وانا ما زلت اطالب واتمنى من القيادات القديمه المؤسسين انهم يتحركوا في اطار سلمي وحضاري لاعاده بناء وتقويه وصمود الأراندي، لأن التحديات القادمة خطيرة وخطيرة جدا. الوضع القادم خطير وخطير جدا على البلاد والعباد.